السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كنا تشوفوا هنايا في ولاية سيدي العباس، الأمطار راها رائعة. اللهم أغثنا غيثا نافعا. صراحة هاد الأجواء والنهار تاعنا مليق لها غير ماكلة دافية. وحنا جزائريين كي نشوفوا الجو كيما هاك لقنا غير حاجة تاع مرقة. إمالا اليوم حضرنا مرقة بالشوفلير مع خبز الشعير ولا كسرة الزرع كما حنا نقولوا لها، سيرتو مع هاد الأجواء الشتوية وكاع. كما شفتوا كيفاش حضرنا المرق، قلينا البصلة مع الزيت وزدنا معاها الخضر، الشوفلير مع البطاطا مقطعة مع الجزر، وزدنا ضفنا التوابل الحرور الملح القرفة. وهنايا بدينا نحضروا في الخبز الشعري ولا كسة الزرع كما نقولوا لها، وباش ما تجيش تتفتت بزاف نزيدوا معاها فرينة، ونزيدوا معاها كاس سميد، وزيدوا معاها تشيشة، واكيد بلا ما ننسوا الملح والخميرة تاع الخبز. وهذا الخبز فيه فوائد بزاف، خير من هذاك الخبز اللي ناكلو غير بالفرينة، فيه بزاف أمراض. هنايا زدت ضفت الزيت معاه، وتاني كنزيدو نضيفو معاه الخل، ونخلطو كامل هادوك المكونات. هنا بعد ما ضفت جميع المكونات بديت نخلط بالماء، نخلطو مليح حتى تشوفوا كيفاش تولينا. نورمال إلا جات هكا شغل ماشي متماسكة عجينة، تكون عادية كما غادي تشوفوها هنايا كيفاش غادي تكون. ومن أحسن باش تكون مليحة وتخش شابة نخلوها تبات. هنا كما كتشوفوا المرقة تاعنا راها طابت، وهنايا كانوا جد كل شيء. شوفوا هنا المرقة كيفاش جات، صراحة مع الريحة مع هذاك الجو تاع الأمطار والبرد وكاع، غادي مع ريحة الخبز الشعير الجيران إلا شموا ريحة غادي يجوا يطبطبوا ديريكت في الباب. وهكا وصفة اللي خطرة على خطرة نبدلو شوية. وكما هنا شفتوا كيفاش كسرت الزرع طابت وصراحة جات بنينة بزاف وجات خفيفة مع هذيك المرقة وكاع. ما نحكي لكمش على البنة والأجواء تاع المطر وكاع، راكم عارفين كيفاش تكون الأجواء مع هكا مع حاجة دافئة، تاكلي ماكلة دافية كمان هكا. اللهم أديمها نعمة. إذا الوصفة تاعنا كانت جاهزة بسيطة ودافية، وإن شاء الله تجربوا هاد الوصفة. وهنا كانت كملت الفيديو تاعنا، معلي غير نقولكم تهلاو في رواحكم والسلام. بلا ما تنسوا ديروا ابوني وكومونتير شباب. السلام عليكم ورحمة الله.